صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة كفتة داوود باشا بالشكل الشهي ده والطعم الخطير. هنقول الأول تعريف ليه اتسمت بكفتة داوود باشا. بس لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، أنا فايزة عبد الله. هي ليه أصلا اتسمت بكفتة داوود باشا؟ هي طبعا في ناس بيقولوا كانت عاقب أحد الطهاة، وبعد كده لما اتعاقب اتسمت باسمه والكلام ده، لكن أنا عرفت هي أصلا تركي، وكانت أيام العثمانيين، وكان داوود باشا قابل أحد الطهاة كان بيعمل كفتة على الحطب، ولما شم الريحة بتاعتها كان في مكان مسافر، وبعدين لما كان بيعملها مدورة وبيعملها في صلصة، ولما دقها عجبته قوي، أخد الطباخ ده للقصر بتاعه. أحد الحاشية اللي كان عند داوود باشا اقترح عليه إن هي تبقى اسمها داوود باشا علشان الطباخ اللي أخده، فهو عملها كويسة وعجبته، ولما اقترحوا إن هي تبقى اسمها داوود باشا فوافق داوود باشا بالاسم طبعا. لكن هي دي أنا عارفة إن هي حد من بتوع زمان قوي، هو كان حكى القصة كده قريب وقال لي عليها. هنبدأ دلوقتي بالمقادير بتاعة الكفتة الشهية الجميلة. معانا حبتين من البصل متوسطين، ومعانا نص كيلو بس من اللحمة المفرومة، ومعانا فلفل اللي هو الحار. هنفرم البصلة ونحط معاها الفلفل، يا ريت ان هو يكون احمر. هحط التوابل، الملح، الفلفل الاسود، اصلها كمان لازم يكون فيها القرفة. هحط القرفة وتوابل بقى اللحمة. هنعمل كفتة عادية خالص، هقعد ادعك فيها كده لغاية لما الاقي تندمج مع بعض، ويبقى فيه بتطلع اللي هي الخيوط بتاعتها لغاية تتماسك قوي اللحمة. هبشر من جوزة الطيب بشر بسيط. هبدأ أكورها كور صغيرة تكون حجم بعض بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. نسيت أقول إن الكفتة لازم يكون فيها نسبة من الدهون زي ما احنا بنعملها طبعا. هحطها كده في التلاجة نص ساعة لغاية لما أعمل الصلصة بتاعتها والطماطم. جهزت طبعا عصير الطماطم، بس هبدأ بقى دلوقتي أحمرها. هحط زيت بسيط، وبعدين أحط لما يسخن هحط كده وحدات الكفتة وهحمرها. هقلبها كده في الطاسة وفي الزيت، تحمير بسيط من الجنبين، أو تبقى متحمرة كلها من كل الاتجاهات. هطلعها من الطاسة، وبعدين هاجي مطرح الزيت بتاعها أو التحمير بتاع الكفتة. هحط بصلة متخرطة رفيع، هحطها مكان الزيت. هحط معلقتين من السمنة البلدي عليها، هكتر نسبة الدهون شوية، وبعدين هحط بعد ما البصلة تصفر شوية أو تدبل، هحط عليها عصير الطماطم، معلقة من معجون الطماطم أو الصلصة. هحط التوابل بتاعتها كلها، وأحط برضو القرفة ضروري، وبعدين هستنى لما تتسبك شوية. هحط بقى الكفتة اللي أنا عملتها اللي إحنا حمرناها بالشكل ده. لما تسمعي البقبقة كده بتاعتها، شايفين الشكل الشهي بس. وهقدمها كده بالشكل الجميل ده. هرش عليها رشة كده من البقدونس أو من الكزبرة الخضراء، وهحط عليها قرن الفلفل كده أزينها بيه. شايفين الشكل بتاعها. وهحط معاها بقى الرز بالشعرية تتاكل معاه الكفتة، وده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في سفرة فايزة وتقولوا لي رأيكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.